ستكون الجماهير العربية والمغربية على وجه الخصوص على موعد مع مباراة عالمية ستجمع الوداد البيضاوي مع باتشوكا المكسيكي. التفاصيل في تقرير موفدنا إلى كأس العالم للأندية في أبو ظبي عبد الإله عفيري. وتبدأ المغامرة، مغامرة الوداد في كأس العالم للأندية هنا بأبو ظبي. ممثل القارة السمراء يبدو جاهزا لمواجهة ممثل الكونكاكاف باتشوكا المكسيكي، بالرغم من الوصول المتأخر لوداد الأمة على الأقل مقارنة مع المنافس. الاستعداد بالنسبة لنا استعداد كان جدا جيد، المعنويات داخل الفريق معنويات اللي هي إيجابية ومرتفعة. صحيح أنه الوصول ديالنا كان متأخر لظروف اللي هي خاصة يعني كتهم فريق الوداد والإدارة ديالو، لكن أنا أظن أنه المعنويات ديالنا الثقة اللي كسبناها من خلال الفوز بالبطولة الإفريقية كتخلينا على أننا إن شاء الله يوم الغد نواجهوا باتشوكا يعني بالإمكانيات ديالنا اللي هي موجودة، ولو غياب بعض اللاعبين يمكن المؤثرين، ولكن أنا عندي دائما الثقة في المجموعة أولا ثم يعني الأفراد. لاعبو الفريق الودادي متحمسون بدورهم للمشاركة في الموندياليتو، ويتطلعون لإبراز إمكانياتهم للعالم بعد أن أبهروا على المستوى القاري. الآن حنا في كأس العالم للأندية ماشي النزهة، فعندنا واحد المسؤولية اللي هي كبيرة على العاتق ديالنا. لا بالنسبة لنا كفريق الوداد البيضاوي المعروف بالألقاب ديالو، ما يمكنش اننا نطيحوا من الصوره ديالو، فاحنا جينا هنا باش ندافعوا على الحدود ديالنا. اما بالنسبه لباتشوكا فقد وصل منذ عده ايام الى ابو ظبي، وتمكن قدر الامكان من التاقلم مع احوال الطقس وكذلك فارق الوقت. الأمور بخير ونحن بصدد التأقلم هنا في أبو ظبي، وفي الواقع فارق الوقت يعقد شيئا ما فترة النوم، وعلى كل أتمنى أن يكون مردودنا ممتازا خلال المباراة المرتقبة. عبارة تتردد في أوساط البعثة المكسيكية، كتابة التاريخ وهنا في أبو ظبي، والمقصود هنا الحصول على نتائج أفضل من المشاركات السابقة والبداية من خلال مواجهة الوداد. نحن نحترم الوداد ونحن على دراية بقدراته، وسنحاول أن نفرض أسلوب لاعبنا في المباراة مع العمل على الحد من نقاط قوتهم وإبراز إمكانياتنا بشكل كبير. الوداد باتشوكا مواجهة كروية إفريقية أمريكية شمالية، ومن دون شك سيلعب دعم الجماهير المغربية والعربية في الملعب دورا في حسم نتيجتها. عبد الإله عفيري من ملعب تدريب الوداد بنادي الضباط أبو ظبي.